اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الأستاذ حمداوي محمد الجزائري والأساتذة أمثالك، السلام عليكم ورحمة الله. هذه الدعوة لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النور الآية 55. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. المفسرين عن تفسير أبي عبيدة وعلي بن حرب الطائي قال عبد الله بن مسعود الخلفاء أربعة: واحد، آدم عليه السلام لقوله تعالى إني جاعلك في الأرض خليفة. اثنين، وداود لقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يعني بيت المقدس. ثلاثة، وهارون عليه السلام لقوله تعالى نقلا عن موسى لأخيه هارون وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. أربعة، وعلي عليه السلام لقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، يعني آدم عليه السلام وداود عليه السلام وهارون عليه السلام، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يعني الإسلام، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام فأولئك هم الفاسقون، يعني العاصين لله ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيد حمداوي، أنا يعني من طبيعة حالي أحترم مقابلي حتى يكون احترام النفسي. عندما أحترم نفسي أحترم مقابلي. فالدعوة لك، وأنا جدا مؤدب لك معك في خطابي لك ولأمثالك في تسمية. أخاطبكم بالأساتذة وأنتم تخاطبونني بالسب والشتم. أنتم خاطبتوني عدة مرات بالسب والشتم، احنا هسه ما علينا بالسب والشتم، هذه أخلاق، كل واحد يتصف بصفات من الأخلاق ومن صفات العروبة إلى آخره. المهم أيها الأساتذة المحترمون المحترمين، هذه الدعوة لكم ويرجى ردكم، وإن شاء الله تلقونا منشور على اليوتيوب. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.